مساء الفل عليكم احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل وصفه خطيره من احلى الوصفات الشرقيه والمصريه بالاخص. مش هبقى بالغ ابدا لما اقولك ان انت هتتعلمي احلى وصفه كفته حاتي في البيت. اللمعه بتاعتها باين عليها، مش بتفك ولا بتتفرفت منك، تقدري تشكليها بسهوله. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل كفته قوامها مظبوط زي بتاعه الحاتي بالظبط. مش هتحتاجي اكتر من 3 مكونات بالظبط عشان تطلع معاكي كفته حاتي في البيت وطريه كده ومنغنغه، وكل ده وهي اصلا مش مشويه، هي معموله في الفرن عادي جدا، مظبوطه وزي المشويه الجاهزه بالظبط. كمان هقولك على سلطه حلوه جدا تتقدم مع اي مشاوي، وبالذات الكفته المشويه بتاعتنا دي مش مبالغه يا جماعه، دي كفته حاتي بجد وعلى اصولها كمان. بس قبل ما نبدا الوصفه، لو اول مره تشوفوا لي فيديو، انا هبه احمد من قناه ايتنج شو. اتمنى منكم اشتراك ومتابعه للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل وصفات. تعالوا يلا نبتدي مع بعض ونشوف ايه ال3 مكونات اللي هيطلعوا معانا كفته حاتي مظبوطه. اول حاجه هحتاج بصلتين وطماطمتين كبار متقطعين، ودول اول مكونين. هحتاج ان انا احطهم في الكبه وافرمهم فرم ناعم جدا، درجه الفرم كده زي ما انا موضحه لحضراتكم في الفيديو. تاني حاجه هحتاجها 1.4 كيلو من اللحمه المفرومه، واهم حاجه تكون الفرم بتاعها جيد جدا، يعني مش شبه اللحمه المفرومه اللي بنعمل بيها الوصفات العاديه، لا تكون مفرومه زياده، وتكون نسبه الدهون فيها مش اقل من 15%، يعني كوبايه صغيره من الدهن الحيواني او بتاع الاضحيه. لازم تطلبوها من الجزار يكون فيها نسبه دهن مش اقل من 15%، ولو المفروم عندك في البيت تقدري زي ما قلت لك كوبايه صغيره من الدهن وتفرميه عليها، لان ده المكون الثالث بتاعنا الضروري في الوصفه. انا هنا نقلت فرم البصل والطماطم في بوله وعصرتهم كويس زي ما انتم شايفين. خليت التفل بتاع البصل والطماطم فقط، حطيتهم على اللحمه وسبت على جنب السوائل اللي نزلت من البصل ومن الطماطم. الخطوه دي بقى مهمه جدا، انا هفضل اعجن بايدي كل شويه في اللحمه المفرومه، وده بيفرق جدا في قوام الكفته وشكلها، وان الجلد بتاعها بيكون شكل واحد. هنزل بالتوابل اللي انا ضفتها ومعلقه البيكنج باودر دي بتخليها هشه، وهسيب لكم كل المقادير او كل الحاجات اللي انا استخدمتها في الوصفه في الديسكربشن الوصف. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا فضلت اعجن فيها. الخطوه دي خدت مني 2 أو 3 دقايق عجن متواصل علشان الكفته بتاعتي يكون ليها عرق، وده بيفرق جدا في القوام والشكل النهائي بتاعها. هسيبها ترتاح مش اقل من ساعه في التلاجة. وفي الخطوه دي هحضر ميه البصل اللي انا خدتها من فرم البصل والطماطم، واحط عليهم نفس التوابل اللي انا حطيتها على نفس عجينه الكفته بتاعتنا. اسياخ بقى او اي ستيك عندنا كده زي ما انتم شايفين، انا حضرت الصينيه عليها شبكه، ودي افضل تسويه للكفته، بدل ما تكون حاجه تضطر ان انت تحط لها دهون كتير او زيت وتضطر ان هي تلزق في الصينيه. لا، دي افضل طريقه ان انت تسوي بيها الكفته كانها مشويه بالظبط، زي ما انتم حابين. حجمها تكون تخين او رفيع. انا خدت كوره كده من عجينه الكفته ودخلتها في الستيك، وقعدت بايدي افرد في الاخر حاولت ان انا ادي الشكل النهائي لشكل سيخ الكفته. طبعا ده مع دمج ان انا باخد من ميه البصل والطماطم اللي بالتوابل وانا بسيخ، ودي اسمها مرحله تسييخ الكفته. هنا زي ما انتم شايفين خلصت كميه عجينه الكفته بتاعتي ودخلتها الفرن. لازم بس اهم حاجه، خطوه مهمه قبل ما ندخلها الفرن، بنفس السوائل اللي احنا كنا بنصبع بيها سياخ الكفته هندهن دهنه خفيفه كده في الاخر، ودي هتفرق معانا في انها تبقى طريه. تعالي بقى اقولك على سلطه مشاوي تحفه جدا، تنفع مع اي مشاوي، تقدري تقدميها وانتي بكل ثقه لان طعمها يجنن، بالذات مع وصفه الكفته الحاتي في الساندوتش. حاجه كده عظمه. قطعت بصل وطماطم وبقدونس ومعلقه من السماق ومعلقه من فلفل الاسود وعصره ليمون وشويه ملح، بس كده. هي دي السلطه بتاعتنا الشهيه للمشاوي. وطبعا سلطه الطحينه، طبعا كلنا بنحب سلطه الطحينه. هنا بعد ما الكفته طلعت اظن كده يا جماعه ان انتوا شامين الريحه، شامين ريحه الكفته الحاتي بتاعتي، اللي طبعا بعد ما سقطت فيها فحمه سخنه ريحتها طبعا عملت قلبان في البيت. انتوا عارفين طبعا ريحه المشاوي كلنا محببه لقلوبنا جدا. صدقوني يا جماعه وصفه كفته الحاتي دي ولا غلطه، هتشرفك في اي عزومات وهتشرفك في البيت لما تقدميها لهم. حبيت اقدمها زي ما انتوا شايفين مع عيش شامي وسلطه الطحينه وسلطه المشاوي اللي احنا قدمناها. مش قادره اوصف لكم، انا مش هتكلم، الفيديو اعتقد موضح. لو عجبتكم وصفتي للمشاوي ابعتولي وقولولي في الكومنت، هرد عليكم واحد. ولو اي حد فيكم فيه وصفه مش بتنجح معاه دايما يقدر يسيب لي اسم الوصفه دي في الكومنت، طبعا هصورها وانزلها في اقرب وقت بطريقه سهله ومبسطه. هستنى منكم لايك وكومنتس كتير وشير واشتراك وتفعيل للجرس علشان كل وصفاتي تقدر توصل لكم بسهوله. اشوفكم في وصفه جديده، وتدوموا دايما بخير وصحه وعافيه.